هذا التدريج يسموه بورست فيد. اذا تحب هيج تدريج يطلع بهالنتيجه، تابع هاي الصفحه الثانيه راح اسويها. تعال شوفوا بهاي الصفحه الثانيه. نمرة 2 تصعد للحد اللي مرسوم باول جهه. صفر ترسم الخط اللي تريده. نظفر تنظيف كامل بس على الحد، ما تعبر الحد. بعد ما رسمت الخط تجي بالواحد ونص تصعد بيها على نفس الحد اللي مشيت بيه بذاك همينه. عندك هنا النمرة الواحد ترجع لها شوية، ترفع جير وتمشي هيجي، ترفع الجير حد نرجع على النص اللي هي آخر نمرة. ما يحتاج ترفع جير، وتقدر ترفع جير كيفك، بس تاخذ هذا تقريبا اصبع من البداية، بعدين ترفع الجير شوية هيجي. شوي شوي راح يموت عندك التدريج، يعني الخطوط تضيع ويصفر. عندك هذا الخط تعرف ضايج منه، هسه راح اموته. ورا ما خلصنا النمر هسه نبدي نمر الماكينة هم الاصل، يعني هذا الطبيعي. تنزل الجير شوية شوية، دير بالك لا تشفص تطلع ايدك هيجي، دير بالك يخرب التدريج كله. واذا تقدر تشتغل براس الماكينة بعد بالاحسن. تنزل هيجي على هالطريقة، وهالمنوال راح يموت شوي شوي عندك. بعد ما ضيعنا خط الصفر وكملناه، تيجي على النقاط السود السوادات الثخن بالمشفر مسنن، تيجي هيجي بهالطريقة لحد ما يتساوى عندك تدريج. شوف هذا الثخن كله داخله يتساوى عندك تدريج بطريقة كلش حلوة وشكل نظامي يخبل. شوف هنا سواد، هذه هنا، هذه هنا، كملنا. بقى التحديد صفر بس. هسه نصفر هذا الجو باي الماكينة الناعمة. شباب الماكينة الناعمة تستخدموها هيك تنتلون بيها إذا كانت المكان ضيقة تريد تصفر بيها، تحاول تنتل بيها حتى ما يطلع لك خط جديد. يعني هيك شوفوا هم طلع عندي خط، هسه اروح بالصفر الصغير. عندك هذا الخط الاخير البقى باي الماكينة صفرها قوي، لازم يكون عندك ماكينة صفرها كلش قوي ما عدا التحديد، لانه ما التحديد كلش صفر قوي فطلع خط ثاني. بس هاي الثانية صفرها قوي بس مو مال التحديد، هي مال التدريج هذه. شوف مال التدريج هذا الخط البقى اثر بسيط بقى. راس الماكينة تستخدمها يضيع. شوف عزيزي هنا وصلنا التحديد.
ها شباب شلونه؟ ها التدريج ظل، لازم يكون الظل التدريج يجي بيه ظل. شباب لا تقولوا لي هاي الجهة ما تشبه هاي الجهة، اثنيناتهم نفس الشيء، قياسات كله على الملي مثل لايت جيج. اخذ قياس هنا اخذ قياس، اذا اكو ما يشابه معناته راس الزبون اعوج، بس هو راسه عدل ما شاء الله، شعره حلو، تدريج رهيب. يعني عجبك خلاص؟ تمام ابراهيم. نعيما الله يعافيك حبيبي.